مرة تانية أهلا بيكم بعد الفاصل، وزي ما قلت لكم هنتكلم عن ملف الجامعات المصرية، خصوصا ملف جامعة دمنهور. وزير التعليم العالي كان في زيارة لجامعة دمنهور منذ عدة شهور، واتقال بعدها إن بنشكر الوزير وبنشكر القيادة في الوزارة إن هيتم بقى بناء مستشفى جامعة دمنهور وكلية الطب جامعة دمنهور، الكلية والمستشفى اللي كان المفروض يتم تسليمها مثلا من 5 أو 6 سنوات في عهد رئيس الجامعه المحبوس حاليا عبيد صالح. وقلنا خلاص الحياه هتبقى وردي والدنيا هتبقى تمام. وهل هيتم استعاضه الاموال اللي تم سحبها في عهد الكحول المأسوف عليه او الغير مأسوف عليه؟ طبعا يعني سحب حوالي نص مليار جنيه، مثلا 100 مليون في 200 مليون في 50 مليون، اتسحب فلوس كتير جدا 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 جدا. وطبعا اللي بيتسحب ما بيجيش في السنه اللي بعديها. ودي كلها اموال كانت مخصصه لبناء مستشفى جامعه دمنهور وكليه الطب جامعه دمنهور. الغريبه بقى ان بعد الزياره دي وبعد التكلفه اللي الوزير اتفضح من خلالها 121 الف جنيه وجبات للوزير 87 وجبه، وده في مستند رسمي قدام حضرتك اهو، تم عرضها على مجلس الجامعه بعد عده شهور من صرفها. حط علامه استفهام كبيره كده. 121 الف جنيه على 87 وجبه، يبقى حوالي كده 1400 جنيه تقريبا يعني. تمام. مين ال 87؟ ايه الوجبه اللي ب 1400 جنيه دي بالظبط يعني كده؟ ده انت كان ممكن يعني زي ما بيقولوا كده بلغتكم عندكم هناك كنت ذبحت عجل يعني. طيب، فضحنا الوزير وقلنا المأكولات بتاعته او اكلنا الوزير وجبات ب 121 الف جنيه، وعملنا حفله كبيره وهيصه على اساس ان خلاص هنبتدي ان احنا نبني الجامعه. الرئيس الجامعه الحالي قارب مدته على سنه، احنا داخلين على سنه. يا ترى ما هو الذي تم إنجازه في ملف كلية الطب جامعة دمنهور؟ يا ترى ما هو الذي تم إنجازه في ملف مستشفى جامعة دمنهور اللي قلنا هتخدم عدة أقاليم مختلفة، منها البحيرة ومنها كفر الشيخ وجزء من الغربية، منطقة أنت بتتكلم في منطقة محورية. طيب، تم حاجة؟ لا، ما تمش حاجة. بعد كل الكلام ده وبعد ما بنصرف بقى ال 121 الف جنيه على اكل الوزير، والوزير رايح بنزين رايح وبنزين جاي وحراسه رايحه وحراسه جايه، واوعى يا جدع الوزير جاي وطقم من هنا وطقم من هنا، وكل سنه وانت طيب مفيش طوبه زياده اتعملت في الجامعه. لا، ده الانكى من ذلك ان احنا دلوقتي بنمد ايدينا ونشحت ونقول تبرعوا يا اولاد الحلال لبناء مستشفى جامعه دمنهور، تبرعوا يا اولاد الحلال لبناء كليه الطب جامعه دمنهور. طب والفلوس اللي راحت مين يتحاسب عليها؟ الكحول يعدي كده باللي عمله، يعدي كده بالفتره اللي عملها، يعدي كده بكل الاموال اللي اتسحبت؟ لا، ده كان لازم يتحاسب. انما خرج خروج امن طبعا، لان طبعا نهايه المسلسل بتقتضي كده. خلاص احنا عملنا مسلسل من البدايه، هتفضل طرطور او هتفضل كحول وانا هدير من الخلف، والكل كان عارف مين اللي بيدير الجامعه فتره الكحول، ليس سرا وليس خفيا على احد، ومين اللي جاب رجالته ورستقها وتمام في عصر الكحول وبتوقيع الكحول. تمام. ومنهم من استمر الى الان، وهو التاني جه كمل رجالته ورجاله حاتم ورجاله ناس كتير، وهنتكلم دلوقتي عن رجاله حاتم. طيب، ده مش كده بس، ده احنا دلوقتي بنقول للموظفين وبنخيرهم وبراحتكم يعني دون اجبار. الاستماره اللي قدام حضرتك دي استماره تبرع للموظفين، بنقدمها للموظفين. تحب تتبرع ولا ما عندكش الرغبه؟ الموظفين اللي مش لاقيين يعني الحد الادنى من المعيشه بتاعتهم بعد وقف المكافآت والاثابات والحاجات اللي كانت موجوده وبتطلع لهم، البيجا وقف كل الكلام ده. في ناس تستحق طبعا قطع رقبها طبعا، عشان يعني نبقى برضو منصفين ومن الانصاف بمكان، وليس الموضوع خلاف شخصي او غير شخصي مع شخص رئيس الجامعه اطلاقا. لا، في ناس كانت بتتجاوز في موضوع المكافآت، في ناس كانت فعلا محتاجه ان احنا نحاسبها وترد اموال خدتها من غير وجه حق. ده بالمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر يعني. فيعني زي ما في سلبيات زي ما في ايجابيات بالمناسبه يعني. ولكن الموظفين اللي مش عارفين يعيشوا بالحد الادنى للمعيشه هطلب منهم انتوا اللي هتصرفوا على بناء مستشفى الجامعه، انتوا اللي هتبنوا لنا كليه الطب. بالمناسبه الجامعه دي كلها اتبنت بشكل كبير وبجزء كبير من اموالها ايضا من اموال التبرعات. الكلام اللي بقوله ده الاجيال اللي موجوده دلوقتي سواء موظفين او طلبه او حتى اساتذه جامعه ممكن ما يعرفوش، القليل فقط اللي يعرفوا. اسالوا الناس اللي عندهم دلوقتي
60 سنه. كان في طابع اسمه طابع جامعه دمنهور. الطابع ده اي حاجه انت بتعملها في اي مؤسسه حكوميه كان بيفرض عليك فرض، وكان ب 20 جنيه ايام ما كانت ال 20 جنيه ممكن تشتري املاك. انا بكلمك في فتره الثمانينات والتسعينات دي. هل هنعيد الكلام ده تاني؟ هل التاريخ بيعيد نفسه؟ طيب، مئات الملايين اللي اتسحبت من الجامعه دي، مش مفروض لما الوزير جالك يا رئيس الجامعه تاخد منه موافقه باسترداد هذه المبالغ؟ لان المبالغ دي اتاخدت في وقت كان الجامعه في حاله عدم استقرار. خلينا نقول عدم استقرار برغم ان كان في حد بيدير الجامعه. يعني الجامعه ما كانتش بلا اداره، لا كان في حد بيدير الجامعه ومعروف اسمه الكحول. تمام كده؟ طرطور، كحول، ايا كان، يمشي كل حاجه. السؤال، المبالغ دي ما طلبتش ليه حضرتك استردادها لاستكمال بناء كليه الطب ومستشفى الجامعه اللي كان المفروض تتسلم منذ عده سنوات؟ الشركه المنفذه للموضوع والمتعاقد معاه ايا كان هي مين، ايا كان هي مين، مش في عقد ولا عقد شريعه المتعاقدين؟ هل الدوله لما تلاقي شركه ايا كان بقى هي تابعه لانهي جهه والشركه دي اثرت او بتبدد المال العام، هل الدوله هتسمي عليها؟ انتوا ليه محسسين ان الدوله بتطبطب على الفساد والمفسدين طالما ده الشركه دي تبع الجهه الفلانيه والشركه دي تبع الجهه العلانيه؟ الفساد فساد يا ساده، والفاسد فاسد يا ساده. الشركه دي اتحاسبت؟ حضرتك حاسبت الشركه دي؟ حضرتك نفذت بنود العقد اللي معاها؟ ابدا، الشركه صارفه وتمام التمام وزي الفل. لا اصل دي تبع جهه. طول ما في عندنا مسؤولين مرتعشين بهذا الشكل وممكن يخاف من كلمه اصل الشركه دي تبع للجهه الفلانيه والشركه دي تبع الجهه الفلانيه، لن تتقدم مصر خطوه للامام. وما نحن فيه الان ما هو الا حصاد مسؤولين وقيادات تم وضعهم على راس السلطات في بعض الاماكن وكانوا بهذه الطريقه. ليسوا قيادات ولكن قيادات فرضت علينا. هو ده النتيجة وده الحصاد اللي احنا بنحصده. وده يتحمل ده مين؟ يتحمل ده الجهات اللي جابت الناس دي واجلستها في هذا المجلس. عشان الكلام يبقى بوضوح يعني. وانتوا عارفين البرنامج ده ما بيطبطبش على حد، البرنامج ده صريح وواضح ويكاد يكون من البرامج الوحيدة والمنابر الوحيدة اللي واضحة وصريحة وبتتكلم بجد وبتحب البلد حب بجد. طيب، هنبدي بقى الكلية منين؟ طب زيارة الوزير دي احنا استفدنا بيها ايه؟ ال 121 ألف جنيه دي الجامعة استفادت بيها بايه؟ البنزين اللي رايح جاي والحراسة اللي رايحة جاية مع الوزير وموكب الوزير وموكب الوزير والدنيا قامت ما قعدتش، استفادت ايه الجامعة من زيارة الوزير؟ اقول لك انا، تكلفنا وتكبدت الجامعة ايضا حوالي نص مليون جنيه تقريبا، يعني دهانات لواجهة الجامعة. الوزير جاي، الوزير جاي، فاكرين فيلم الوزير جاي؟ الوزير جاي. طب الدهانات دي تمت بناء على ايه؟ مين اللي اختار اللون؟ مين اللي عمل المقايسه؟ المقايسه دي تمت ولا تمت بالامر المباشر؟ وبعد كده بنصرف فلوسها ازاي؟ ومين اللي اختار؟ هل استشاري هندسي هو اللي اختار الالوان؟ هل استشاري هندسي هو اللي اختار مواد الطلاء وطبيعه الطلاء والكلام ده؟ انا اتحدى لو جامعه دمنهور عندها قرار استشاري او ماضي عليه استشاري بتاريخ سابق ان عايزين نعمل كذا كذا كذا. لا، انا عايز اقول لك ان مريهان والتانيه اللي اسمها ايه هم اللي اختاروا الالوان وندهن ونغير كانهم بيغيروا مثلا عفوا يعني ديكورات بيتهم. ما خلاص بقى، ما هو احنا اصبحنا في زمن تروح نهله تيجي مريهان، تروح مريهان تيجي اللي بعدها، لان ما عندناش فكره المؤسسيه. احنا بنتعامل مع مدير مكتب رئيس الجامعه او المكتب رئيس الجامعه بشكل عام، ده خلاص بقى هو الجامعه والجامعه انا. تمام كده؟ واحنا اللي بندير رئيس الجامعه. للاسف دي منظومه خاطئه ولازم تتغير. تعالوا نشوف بقى التحركات المريبه لرئيس الجامعه. فاكرين فيلم الرجل الثاني رشدي اباظه وصلاح ذو الفقار رحمه الله عليهم طبعا الاثنين، بتاع طنط كيمه وحياه طنط كيمه. على غرار تحركات الرجل الثاني تخيلوا بقى تحركات رئيس الجامعه. زي ما انت شايف المنظر ده كده تحس ان احنا فعلا في فيلم من الافلام بتاعت الرجل الثاني وافلام الابيض والاسود بتاعت محمود المليجي وفريد شوقي. زي ما انت شايف تحركات فعلا تحس انها في حاجه غير طبيعيه. رئيس الجامعه بيتحرك بعربيه لا هي عربيته ولا عربيه الجامعه. وبالمناسبه دي عربيه الدكتور هشام عماره، يعني ده ليس سر وليس بخفي على احد، واللي يعرف الدكتور عن قرب عارف ان دي عربيته ورقمها موجود ومعروف ومعلوم يعني. والتحركات كده مريبه شويه. وكان رايح مكان اسمه ميد تاون. هتقابل مين بقى هناك؟ وايه حكايه الشنطه السوداء الحقيبه السوداء؟
ده كان فيلم زمان برضو اسمه الحقيبه السوداء، فاكرين الفيلم ده؟ تمام. بس انا شايف قدامي كده فعلا احنا امام مشهد الرجل الثاني، وطنط كيمه هي كلمه السر في الموضوع. بس مش طنط كيمه اللي في الميد تايم، في الميد نايت ولا في الميد تاون اللي هو هيدخل دلوقتي يقابل فيه حد. لا، ده هيقابل حد تاني خالص. ده ممكن يكون هيقابل الرجل الاول، وهو بالفعل كان هيقابل الرجل الاول بالمناسبه يعني. ما هو في الرجل الثاني وفي الرجل الاول وفي الرجل الثالث وهكذا يعني. الفكره زي ما انت شايف، ايه الغموض اللي احنا شايفينه ده؟ ايه التحركات المريبه دي؟ ايه ده؟ احنا امام جامعه بتدار بشكل واضح وصريح ومعلوم للجميع وبشفافيه وامام كل الجهات، ولا احنا بنستخبى من جهات لصالح جهات، ولا احنا بنعمل ايه بالظبط؟ وهنقابل مين في الميد تاون؟ انا عارف طبعا هتقابل مين في الميد تاون، وعارف إيه حكايه الشنطه السوداء، بس ليس كل ما يعرف يقال، على الاقل دلوقتي. على الاقل دلوقتي، بس لو عايزين نقول هنقول، ما عندناش اي مشكله خالص. طيب، ليه الدكتور هشام عماره؟ الدكتور هشام عماره كان في اللجنه اللي اختارت رئيس الجامعه، ومن البدايه وطبعا احنا عارفين طبعا قصه اختيار رئيس الجامعه ومعوض الخولي واللجنه اللي مش لجنه، ومين اللي اختار ومين اللي عمل ومين اللي زق ومين اللي اتوسط ومين، والقصه دي اتكلمنا فيها. ولكن واضح ان احنا بنرد الجميل بقى، بدليل ان انت عندك جامعه زي جامعه دمنهور فيها كليه تجاره، فيها اساتذه واساتذه مساعدين يسدوا عين الشمس، ورايح يجيب مستشار مالي من خارج الجامعه، من جامعه اسكندريه. طب ما دي تكلفه ماليه تانية. يعني انت منين بتشحت؟ ملهاش حل تاني غير كده يعني. وعايزين تبرعات لبناء المستشفى الجامعي وكليه الطب، ومنين بتصرف بقى على مستشارين من خارج الجامعه، في حين ان انت عندك، ما هو لو انت محتاج وما عندكش من الجامعه، ساعتها اقول لك طبعا من حقك ان انت تجيب من خارج الجامعه. بس انت عندك كليه تجاره فيها اساتذه واساتذه مساعدين كتير، وكان منهم المستشار المالي للكحول. تمام كده؟ طبعا هو دلوقتي في اعاره. طب ما احنا عندنا اساتذه كتير في الكليه. لا، لان احنا مش على توافق مع هشام، او هشام مش على توافق معانا، فانا بقى انا هجيب لكم من بره. وطبعا المستشار المالي ده حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا. ليه؟ ده الممر اللي بتمر منه حاجات كتير جدا، وهو في نفس الوقت الباب اللي ممكن يقفل حاجات كتير جدا في الصح وفي الغلط. ترجم انت بقى زي ما انت عايز، وافهم اللي انت عايز تفهمه. فازاي انا بجيب من خارج الجامعه وانا عندي اساتذه؟ واضح ان انا عندي ازمه ثقه. بس هل ازمه الثقه ما بين رئيس الجامعه واساتذه كليه التجاره، ولا ازمه الثقه ما بين احد من يدير الجامعه دكتور هشام وبين اساتذه كليه التجاره؟ عايزين تفسير وتوضيح، ويا ريت الجامعه توضح لنا ايه اللي بيحصل. نفس الفكره ازمه الثقه. ما هو المشكله ان هو بيدير بعدم ثقه، لذلك خلقت ازمه ثقه. الشؤون القانونيه، انت عندك مجموعه ناس موجودين في الشؤون القانونيه، وفيهم ناس حاصلين على دكتوراه وماجستير وغيرهم، وناس لهم يعني عمر وظيفي وسنوات وظيفيه كتير جدا جدا جدا. كل دول مش على هواك، كل دول انت ما انتش عايزهم. نروح نجيب واحد من البريد، عباس الجداوي، او عباس محمد السيد الجداوي تحديدا. ده كان مدير شؤون القانونيه في البريد. ايه بقى قصه البريد وليه البريد؟ طب ليه ما جبناش من التعليم؟ ليه ما جبناش من الصحه؟ ليه ما جبناش مثلا من النقل؟ ليه ما جبناش من المحافظه؟ البريد مين اللي بيعمل فيه تاني وفي نفس الاداره؟ اخو رئيس الجامعه. فهل احنا بنوسع الطريق ونجيب الجداوي من هنا ونصعد فلان من هنا؟ هذا ما تحمله الايام القادمه. تمام، هنشوف مين اللي هيبقى مدير مكان الجداوي في البريد. وخليكم معايا على الخط بس كده، وخلينا يعني يا نحبط المخطط دلوقتي يا بنكشف عنه، يا هم هيقعوا فيه، مفيش مشكله خالص. بس هو يعني هو كان يجب ان احنا ننتظر لحد ما يطلع قرار للتاني، بس مش مشكله، هو كده وضحت يعني اعتقد ان كده كفايه، حتى لو ما طلعش قرار للتاني النيه وضحت، ويعني النوايا كده اصبحت واضحه. هنا انا عندي ازمه ثقه. انت متخيل لما انت تتخطانا كلنا كاداره شؤون قانونيه، هو عباس الجداوي لما يجي هيشتغل لوحده بمفرده بطوله؟ انت متخيل كده مثلا؟ ولا هو مثلا هيحط السيخ المحمي مثلا في ودان الناس بتوع الشؤون القانونيه؟ يعني انت طبعا عارفين كلامي، انا مش بقصد بيه حاجه طبعا في الشؤون القانونيه مثلا، يعني او حد يعني ادالك هذا الايحاء يعني هل الراجل ده لما هيجي هيشتغل لوحده بمفرده؟ طب هل الناس دي اللي انت دلوقتي اصبح بينك وبينهم ازمه ثقه، واوعى تقول لي في وجود عباس ستعود بينكم الثقه؟ يعني كلام يعني ليس من الدقه بمكان، وليس من الصحه اساسا بمكان. ايه السؤال؟ انت صنعت ازمه ثقه بينك وبين الناس دي،
هل انت متخيل ان الناس دي ممكن تشتغل وتتعاون مع عباس؟ هنشوف. وان غدا لناظري قريب. انا مش معنى كده ان انا مثلا حد يقول لك ان انت بتشجع الناس انها ما تشتغلش، لا اطلاقا. انا ضد الكلام ده. انا عايز كل واحد يشتغل ويشتغل بقلب، وقلب على البلد وعلى الجامعه. ولكن ما يصنعه وما يفعله رئيس الجامعه من صناعه ازمه ثقه بينه وبين الناس اللي في الشؤون القانونيه وغيرها من الادارات بالمناسبه، يعني وغيرها من المديرين اللي اعتذروا او اجبروا على تقديم الاعتذار، هل ده في صالح الجامعه؟ وسؤالي هنا للجهات التي تراقب اداء هذه الجامعه، انتوا شايفين ان صناعه ازمه ثقه بالذات في اداره محوريه زي اداره الشؤون القانونيه، هل الكلام ده ممكن يبقى في صالح الجامعه؟ انا منتظر من حضراتكم رد لو كان هناك رد. تعالوا بقى نروح لكليه الطب البيطري والدكتور حاتم صلاح الدين الذي كنا نظن فيه خيرا، يعني واتكلمنا قبل كده وكنا نظن خيرا، ولكن يعني من الواضح ان الجامعه محتاجه فعلا اعاده نظر بقى، يعني وفكره ان ياتي رئيس من خارج الجامعه، واضح ان دي فكره محتاجه ان تؤخذ بعين الاعتبار في الفتره القادمه. يعني هتقول لي ليه هو مش هيجدد له؟ انا اتحدى حد في مصر هيجدد لرئيس الجامعه الحالي، وبأعلن التحدي اهو قبل سنه من فتره رئيس الجامعه الحالي. واعتقد لما انا بعلن التحدي انتوا عارفين كويس جدا مين اللي بيكسب التحدي في الاخر، ومش بتكلم هباء. حاتم صلاح الدين رئيس الجامعه السابق، استاذ متفرغ بكليه الطب البيطري، وهيكون رئيس لجامعه رشيد الاهليه اللي كليه الطب فيها ب 150 الف جنيه، او طب اسنان حاجه زي كده يعني. عايزين بس نربط مع بعض شويه حاجات كده، هنجمع البازل مع بعض كده واسيب لك انت الحكم. في 6/2/2024 تم التعاقد مع احدى المؤسسات المانحه من خلال وزاره الماليه على مشروع بحثي بقياده الدكتور حاتم. طيب مده البحث تقريبا 20 شهر تقريبا، يعني وفق يعني جدول التقارير. اول تقرير بعد 6 شهور تقرير فني، اول تقرير فني بعد 6 شهور، يعني المفروض ان فات 6 شهور من التعاقد، المفروض في تقرير فني. هل في تقرير فني اترفع؟ جاوبونا. بعد 5 شهور اول تقرير مالي، هل في تقرير مالي اترفع؟ جاوبونا. طيب مين فريق البحث مع الدكتور؟ انا هقول لك بس على اسمين اتنين: احمد حاتم صلاح الدين، نجل الدكتور حاتم صلاح الدين ومن جامعه اسكندريه. تمام كده؟ هل هنا في تعارض؟ والله جاوبوا انتوا، الجهات بقى تجاوب. الدكتور في جامعه اسكندريه والبحث هيتم في جامعه دمنهور في كليه الطب البيطري في وحده معينه. دكتور علي الفار، طب هو الدكتور علي الفار موجود يا دكتور حاتم؟ هو الدكتور علي الفار موجود؟ بص حضرتك ادي الموافقه بسفر الدكتور من امتى؟ قدام حضرتك المستند اهو، يعني الدكتور خارج البلاد، والناس دي بتقبض رواتب شهريه وفق الجدول اللي معلن قدام حضرتك اهو. احنا بنتكلم في ناس بتقبض من 500 جنيه لحد 9000 جنيه لحد اكتر، طبعا الدكتور حاتم اللي هو المشرف نفسه على المشروع. طيب لحد دلوقتي احنا بنتكلم يعني ممكن حته ابن الدكتور حاتم، طب حته الدكتور علي، هي في النهايه انت تيجي تجيبها من هنا تجي لك كده تجيبها كده، عارف انت القماشه المهلهله، مش هتقدر ان انت تقول فيها كلمه صحيحه، مش هتقدر تدي فيها اي مبرر. ابن الدكتور حاتم دكتور علي الفار مسافر، وادي تصريح السفر بتاعه من المجلس. الدكتور حاتم صلاح الدين يطلع له موافقه الوزير اللي معلنه قدام حضرتك اهو، اللي من شهر 7، اللي من يعني ايام معدوده، انه يترأس جامعه رشيد الاهليه. وادي الخطاب اللي ممكن تكونوا حضراتكم بتشوفوه لاول مره، ويمكن ناس مسؤولين ممكن يكونوا يشوفوه لاول مره. انا عايز اقول لك ان في ناس بتدور على الجواب ده. هنا بقى اي تعارض هذا يا دكتور حاتم، اي تعارض هذا يا رئيس جامعه دمنهور. منين حد هيبقى رئيس جامعه خارج؟ هل تم تفريغه؟ هل تم الموافقه له على اعاره داخليه او اجازه او اي شيء؟ ورونا. ومن تاريخ كام؟ لو في اعاره داخليه قولوا لنا بتاريخ كذا، لو في اجازه بدون مرتب قولوا لنا بتاريخ كذا. وما مصير هذا المشروع البحثي اللي تم صرف مبالغ فيه من خلال رواتب اتدفعت ومن خلال مستلزمات ومن خلال اجهزه، وزي ما انت شايف اللي بيعمل الممارسه للاجهزه وعروض الاسعار الجامعه.
ليه اداره الجامعه هي اللي تعمل الكلام ده في مشروع بحثي خاص بكليه زي كليه الطب البيطري؟ امال كليه الطب البيطري تعمل ايه؟ وايه علاقه الجامعه بالموضوع؟ فتش هتعرف. 7 مليون جنيه مصيرهم ايه؟ وما هي القيمه البحثيه او القيمه المضافه لهذا البحث؟ وهل اتعمل البحث على الفراخ؟ وفين الوحده او المزرعه او العنبر اللي هيتعمل عليه؟ موجود؟ والله صوروا لنا وابعتوا لنا. ردوا بقى على الجهات اللي ممكن تتكلم النهارده وتقول لك فين البحث ده وفين المشروع ده. وهنا ردوا عليا في جزئيه بعد التاريخ بتاع الوزير ده والموافقه له على انه يبقى رئيس الجامعه، خلاص ده خاطب رئيس مجلس الامناء رسميا، هل يحق لحاتم صلاح الدين يصرف جنيه من جامعه دمنهور سواء كاستاذ متفرغ او سواء كباحث في هذا الموضوع او مشرف على ورقه بحثيه او مشرف على عمليه بحثيه؟ في حين ان الجامعه ايضا كان اتقال لها انت عندك 3 مشروعات بحثيه معلقه وبيهددوا الجامعه باللجوء للجهات المختصه والاجراءات القانونيه. يعني ممنوع الجامعه دي تتعامل في ابحاث تاني قبل التسليم والانتهاء من ال3 ابحاث دول. اهو. والبحث الثالث الفاعليه التعليميه. فين دول؟ احنا بنتكلم لسه في حاجات في الهواء. مين السبب في التاخير؟ مين السبب في التعطيل؟ عن رئيس الجامعه واسال، لان هو المنوط من خلال اداراته المختصه واذرعه الرقابيه داخل الجامعه بالتفتيش وحمايه المال العام. وانا هنا بحذر الاخ بتاع وزاره الماليه، مندوب الماليه في الجامعه، لو تم صرف جنيه للمذكور حضرتك هتحمل مسؤوليه، بالذات بعد التواريخ المذكوره، بالذات بعد التواريخ المذكوره بعد شهر 7. هل لحاتم صلاح الدين صفه قانونيه داخل الجامعه يصرف جنيه؟ طيب البحث هيتعمل في جامعه دمنهور، الراجل ده دلوقتي ما بقاش موجود في الجامعه وبقى موجود في رشيد او في جامعه رشيد، تمام كده؟ هيصرف الفلوس دي بناء على ايه؟ هل اعتذر عن البحث وقدم حد غيره؟ لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي مش موجود. هو بكره الصبح او النهارده بعد ما يشوف الحلقه دي هيعمل اعتذار عن البحث او هيحط حد تاني، وممكن يعمله بتاريخ قديم، براحتك اعمله زي ما انت عايز، بس شوف هو هيتقدم فين. يعني احنا موجودين على فكره في كل مكان. عايز تعرف دليل ان احنا موجودين في كل مكان؟ بأمارة الحمامات اللي حضرتك كنت عايز تعملها رئيس الجامعه ورجعت قلت لا بلاش، لو عملناها ده الاعلام مش هيسيبنا في حالنا. حمامات نظيفه جديده لسه متجدده كان عايز يجددها تاني. في الجامعه اللي بتطلب تبرعات عشان كليه الطب والمستشفى الجامعي اللي بتصرف كام و20 مليون جنيه على عمليه علوم وغيرها دلوقتي من كليات تانية على عمليات فيها مشاكل وعلى فكره انا بقى هنا بقول للجهات يا ريت حضراتكم تروحوا مبنى كليه العلوم وتشوفوا العمليه اللي اتكلفت 22 مليون جنيه يا ترى اخبارها ايه، والحاجات اللي اتسلمت اخبارها ايه، ويا ترى المواصفات اللي موجوده في عمليه في حاجه و20 مليون هل المواصفات دي موجوده على ارض الواقع ولا لا. شوفوا الباركيهات، شوفوا الحاجات دي. غير بقى الساوند سيستم اللي احد الكليات اللي متكلف 700 الف جنيه، انا ما اعرفش ده ايه، وانتوا بتتكلموا بقى في حاجه في صلب عملنا بقى، معلش يعني. سماعات ايدي اللي المجلس كليه ب 700 الف جنيه، ليه؟ ده احنا سماعات القناه عندنا اللي هي سماعات والنظام السيستم والدنيا دي كلها، معلش يعني لو قلت لك الرقم ومهما انت عملت في مجلس الجامعه بتاعك او مجلس الكليه انت عمرك ما تجيب ربع اللي في اي قناه فضائيه، عمرك. ده حاجه وده حاجه. انت بتتكلم في الفرق بين ال 128 والمرسيدس، مع احترامي وهذا لا يقلل منك، انا بتكلم على يعني طبيعه الحاجه، طبيعه احتياجك. هذا ما يتم في الجامعه وننتظر الرد. ويا ترى في رد عند الجامعه بكل ما اثير من تساؤلات وكل ما اثير يعني من حاجات عرضناها في هذه الفقره. اتمنى الرد واتمنى من الجهات انها تتكلم. اخر حاجه بختم بيها شركه الامن اللي بعد احنا ما اتكلمنا وبعد ما كان خلاص هيتم التجديد، وبعد ما خلاص كان هيتم التجديد مدوا لها شهر في شهر في شهر حاجه زي كده او 3 شهور، ودلوقتي بيحاولوا ان هم يعملوا اي محاوله للترسيه على نفس الايه، على نفس الشركه حتى لو باسماء تانية او باشخاص تانية. كل الحكايه لو ربطت بين مندوب احد المؤسسات داخل الجامعه وبين الشركه وكلمه السر حماده. بشكركم واشوفكم الحلقه الجايه.